السلام عليكم. دعوني اليوم اشرح لكم طريقة نقل المعلومات من جهاز لجهاز، طبعا من الجهاز القديم للجهاز الجديد، نقل كل المعلومات. كما تشاهدون إذا الجهاز الأول الذي هو جديد لازم أقوم بعمل إعادة تعيين لكل شيء، يعني مسح كل حاجة. بعد ذلك انتظر واشتغل من جديد كأنه شغال من جديد. كما تشاهدون هذا الذي عندي الأبيض القديم، وهذا الأسود هنا الجديد. هنا كما تشاهدون إذا ظهر عندي كذا أقوم بتشغيله طبيعي كذا. هنا كما تشاهدون بعد أن أعمل التالي اختار اللغة والمنطقة. بعد ذلك هنا عند الاتصال السريع المفروض انه يظهر هنا اتصال اوتوماتيك. اذا ما ظهر هنا عندي اتصال اوتوماتيك اعمل التالي من هنا، اعمل التالي ايضا من هنا. طبعا الاتصال الاوتوماتيك احيانا يجينا من هنا ونخرج منه بالغلط. بعد ذلك نقوم باعادة تشغيل الجهاز الاول الذي هو القديم، هذا اعادة تشغيل. بعد ذلك يظهر هنا كما تشاهدون انا اعمل الخطوات هذه. هنا اعمل اذا اردت بصمة الوجه اعمل له تخطي، هنا انشاء الرمز. هنا كما تشاهدون اعمل تخطي هنا علشان اول شيء انقل. هنا عندي النقل، هنا عندي اعمل نقل مباشرة من ايفون. كما تشاهدون اذا ظهر لي الخيار هذا او يظهر بداية، هذا البدء السريع. كما تشاهدون هنا انتظر الان اشارة الايفون تظهر في الجهاز الثاني. اذا ما ظهرت اعمل الجهاز الاول اعادة تشغيل. الان كما تشاهدون ظهرت العلامة هنا، اتصال مباشرة جديد من ايفون في الجهاز القديم. اعمل له من هنا بدء. بعد ذلك يظهر لي هنا هذا الخيار اقوم بتصويره بالكاميرا علشان هذا مسح الكود. كما تشاهدون إذا مسحت الكود من هنا خلاص الآن يبدأ ينقل. الحاجات التي هي موجودة في القديم تنتقل للجديد. طبعا العملية تطول على حسب الذاكرة وعلى حسب الأشياء اللي موجودة عندنا. أحيانا تأخذ ساعتين، أحيانا تأخذ ساعة ونص، أحيانا 3 ساعات زي كذا على حسب. بعد ذلك هنا أنهي خيارات الإعداد هذا إذا أردت بصمة ولا إذا أردت أي حاجة. بعد ذلك أنهي تشغيله طبيعي. بعد ذلك الانتظار هنا من الجهاز نقل معلومات من هذا أعمل له من هنا متابعة. كما تشاهدون الآن هذه اتفاقية الشروط أعمل موافقة هنا. كما تشاهدون هنا يطلب مني كلمة السر للإيميل، الإيميل الموجود طبعا في الإيميل في الجهاز القديم. هنا أعمل موافقة متابعة حفظه هنا. كما تشاهدون اجعل هذا الجهاز جهازك الجديد. هنا إذا أردت إضافة المحفظة وأعمل تخطي مرة ثانية إضافته في الإعدادات. كما تشاهدون هذه سلسلة المفاتيح أعمل له من هنا تخطي برضو. هنا السيري برضو أعمل له تخطي إعداد لاحقا. هنا جاري النقل. الآن هذه هي الخطوة الأخيرة، انتظر لما يكتمل هذا. طبعا هذا يأخذ وقت على حسب البيانات اللي هي موجودة. بعض الأحيان يكون عندنا جيجات كثيرة وبعض الأحيان جيجات قليلة. انتظر لما يكتمل. كما تشاهدون هنا أنا طبعا سرعت الفيديو عشان ينتقل بسرعة. هنا اكتمل النقل. هنا الآن اكتمل النقل أعمل متابعة هنا. طبعا في الجهاز القديم هنا لازم ألاحظ لأنه يجيب لي هنا حذف مسح الآيفون. كما تشاهدون مسح هذا الايفون. اذا اردت مسحه بيحذف كل شيء موجود في القديم اعمل له تخطي من هنا عشان اتاكد، لانه احيانا يكون في حاجات بتنتقل للكلود لسه ما اكتملت لازم انتظر. هنا كما تشاهدون كل التطبيقات اتحولت لهنا والفيديوهات والهذا. باقي هذه بعض التطبيقات تتنزل مباشرة من الانترنت. هذا كما تشاهدون الايفون القديم اذا جيت اعمل له اعادة تعيين من هنا يقول لي لازال يرفع البيانات في الكلاود، انتظروا لين يكتمل. هذا طبعا إذا أردت حذفه. كما تشاهدون هنا جاري تحميل بيانات كلاود. إذا ما أريد حذفه أخليه زي ما هو عادي طبيعي.